السلام عليكم وصباح الخير وصباح النور. اليوم جينا فيديو جديد وفلوق جديد ان شاء الله. اليوم نشوفوا الدراجات الهوائيه اللي كيمشوا بالبطاريه وبالباتري. حنا ان شاء الله جاتنا فكره اننا غنصاوبوا دراجه فيها الباتري. نخليكم مع الشكيه تاعهما. بصراحه انا الاثمنه خياليه، تقريبا كاين 2000 اورو 3000 اورو 4000 اورو وانت غادي الفوق. بصراحه هما كما كتشوفوهم تقريبا هذه 1900 اورو، وكاينه هذه رخيصه فيها تقريبا دايره 1000 اورو. هذه تقريبا 1000 اورو. هذه هاي اخرى، هذه كاينه هذه 1890، وكاينه هذه شتا تبارك الله 1900 وتقريبا 2000 اورو. وهذه هي اغلى حاجه شتيها تبارك الله. وفي هذه الاثناء دخلنا على اكسبريس باش نتقداو الباتري ديالنا، وشفنا جميع المراحل بالنسبه لحجم البطاريه والمواصفات اللي بغينا فيها، وبالنسبه شحال كتاخذ في الشارج، لانه هذا الشيء ضروري انك تشوف البطاريه اللي غتاخذ لك النهار باش تدوز بها اكثر باقي. وبالنسبه للعجله فيها الرويده 26، وبالنسبه لل سي دي ولذلك ضروري اخترنا حاجه عاليه، لانه كتختار ال سي دي كيزيد السعر ديال البطاريه. فهاد الانواع ضروري انكم كتشوفوهم وكتراقبوهم باش تشوف البيكا اللي غتاخذ. وبالنسبه ودابا جا وقت الدفع، وهي 554 اورو اللي كتساوي هاد البطاريه، سواء انا غندفع بالبطاقه ولا كاش. في هاد الطريقه هما كاينين بالنسبه للدفع. في هاد اللحظه كندخل المعلومات ديالي انا باش انك كتاخذ هاد البطاريه، وضروري انك تحرص ما تنسى حتى شي حاجه، وكتاخذ بالجميع فين ساكن انت، فين غادي يجيك البطاريه حتى المنزل ديالك. وهذو المعلومات ديال البطاقه فاش كتدخلهم ضروري كارت نامبر، هذوك تيكونوا مورا البطاقه اللي كتدخلهم. المهم انا وريتكم هاد المراحل. الانسان اللي بغى ياخذ شي حاجه ضروري خصو يدير بالضبط داك المعلومات اللي كاين في البطاقه، هما اللي غادي يحطهم بالنسبه في الابليكاسيون على اكسبريس، باش تقريبا انه واحد اسبوعين كيجيك البطاريه والدراجه. دابا حنا كندخلوا هذا الكود هذا ديال اللي فيه ديال البطاقه، انه باش دوز عمليه الدفع بسلام. والمهم الانسان اللي ما يعرف شي حاجه ضروري يسول، لانه في هذه المرحله الغلط ما يمكنش. حتى الا نسيتي شي حاجه راه ولا غلطتي في العنوان ممكن دوز عنوان شي اخر. لا حبذا انك تشوف شي واحد اللي يعاونك في الطريقه باش كتكون عندك انسان سهل. الانسان اللي ما عرفش راه ماشي عيب انك ما عرفت. المهم الانسان يسول. المهم هي المرحله الاخيره غنديروها باش تكون الامور على ما يرام. والله يخليكم كنركز مزيان بالنسبه المكان اللي غيجي فيهم الرويضه ديالك، ان البطاريه ضروري تقيدو مزيان باش انه ما يكونش شي غلط ولا شي نقص حتى شي معلومه ديالك، لانه غيتصلوا بك الا ما لقاوش لك هذا راه البطاريه كترجع عاوتاني. وانسان ما غاديش يتسنى في اسبوع في اسبوعين، ضروري خص يستلم ديالو. والمهم كتكتبوا المعلومات ديال البطاقه الاخيره باش انه دوز عمليه الدفع بسلام. الله يخليكم كنعاود نوصي انه قبل ما ديكو فورماسيون الكوموند ديالك فيريفي وقلب مزيان حتى توصل لكل شيء. ودابا غندوزو مرحله ديال تركيب الدراجه ديالي ان شاء الله، وخليكم مع المراحل وما تزابيوش. واليوم وصلتنا الكرتونه اللي فيها الباتري والرويضه ديال البيكالا ديالنا. كما كتشوفوا انا دابا راه كنفتح دابا الكرتونه، كنديروا لها انبوكسين ديال البطاريه. بصراحه ها حنا كنفتحوها من جديد باش تشوفوا كل حاجه كتجي بعضياتها. كيجي هذيك كتجي الرويضه
مع الباتري ديالها وكيجيو الكوابل ديالها اللي شوفوا. انسان فاش كيحل شي حاجه ضروري خصو يقلبها هو الاول. ودابا جا وقت المرحله ديال التركاب. ضروري تفتح الكرتونه كلها باش تركب كل حاجه وحاجه. المهم دابا حيدنا الرويضه من البيكالا، غندخلو اول حاجه هما الرويضه اللي كتكون فيها مع المحرك ديالها اللي كتكون نور. من بعد كنديرو هاد الفيسات باش نردو الديسك ديال الفران، لانه ضروري تقرا المعلومات حرف لواحد. كنركبو هاد الديسك هذا كما كتشوفوا معاونة ديال المتعلم سفيان والمعلم يوسف. تحية للمعلم ديالنا، صراحة هاد المعلم راه جا من عندنا تقريبا من الميريكان باش يصاوبنا هاد البيكالا هادي. وضروري كتشريوها، ضروري تشري ديال السكة اللي ما كتجيش بوحدها مع البيكالا. وفي هاد الاثناء احنا ركبناها مزيان، زيرناها بجميع الطرق. ودابا غنركبو الفرانات اللي ركبناهم من جوج جوايه. ودابا جا وقت الزيار. المهم الله يخليكم زير مزيان وحنا كنركبو هاد البولونات الاخرانيين باش نديرو المرحله الاخيره في هاد التركاب ديال هاد الرويضه. المهم متعلم عطا واحنا دابا كنجبدو هادي الموتور. دابا جا وقت التركاب ديال الموتور. بصراحه الموتور كبير تبارك الله. وها هي الباتريه كتجي كترون بوحدها ماشي مع الموتور. ودابا حنا نركبوها. دابا الموتور ركبناه في التحت ديال البيكالا، ومن بعد غنوريكم فين غندو نحطو الباتري غنحطوه في هاد الجهه هادي اللي كتكون اون فاس مع الموتور. دابا غنركبو الفرامل وغنركبو الفرانات بالنسبه للسلامه. وفي هاد الاثناء الاخيره كنركبو الكونتور باش نجربوها، وضروري انكم تشوفوها قبل ما تسيوها. المهم بالنسبه للسلوك الله يخليكم عندكم ديروا شعارات انه ضروري السلك مع خوه باش ما يكونش شي سلكوي في اثناء التشغيل، وفي الاخير كتولي هكا.